السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يعني مختلف فعلا 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 مختلف جدا، وانا متوقعتش ان انا ممكن اعمله. يعني الفكرة جت معايا بالصدفة البحتة او البحتة يعني تقريبا كده. المهم يعني انا اللي خليني اعمل الفيديو دوت ان انا واثقه بجد بجد، يعني اللي ياخد الموضوع بكل جديه هيستفاد منه جدا، لان هو موضوع مهم جدا جدا جدا. فكره الفيديو بقى بالنسبه لي دي انا ما كنتش متوقعه ان انا اعملها. يعني الفكره دي جات لي منين؟ مش هتصدقوا يا جماعه الفكره دي جات لي منين. يعني هتبقى حاجه غريبه خالص بسبب نظام الثانويه العامه الجديد، ان عشان نظام التعليم اتغير وكده، فبقى في حاجه اسمها قراءه متحرره ونصوص بقى متحرره، حاجات كلها متحرره. يعني معنى الكلام ان احنا ما عادش بنمتحن على الحاجات اللي في المنهج بالظبط، بقت حاجات مختلفه. فانا بسبب القراءه المتحرره ديت انا طلع اعمل فيديو دوت بسبب النظام الجديد اللي الناس كتير قايله عليه فاشل ومش حلو. انا استفدت حاجه وبجد لو حبيت ان انا اطلع اقولها، لان لو ناس كتير قوي استفادت من المعلومه او الفكره او الحكمه اللي انا هقولها دلوقتي ديت، هتغير حياه الناس كلها. يعني حاجه سبحان الله، مش بكبر الموضوع ولا حتى موضوع فيه افوره، انما الموضوع بجد لما تسمعوا الكلام هتركزوا كده وهتصدقوني. اول حاجه هحكي حاجة كده وهي دي اللي هيطلع منها الحكمة او الموضوع اللي انا بقى ايه عايزة اقوله. متهيألي بقى معروف الحيوان اسمه القنفذ، او في ناس بتقول عليه انفد اللي هي القنافذ عموما. المهم يعني الحيوان دوت بيبقى جسمه كله متغطي بالشوك، كله يعني حصن كده منيع خالص مغطي الحيوان الانفد دوت او القنفذ بالشوك. فهم القنافذ ذات نفسها ما بتقدرش ان هي تقرب من بعض بسبب الاشواك اللي فيها ديت، ودوت مش بيحميها بس من اعدائها، ده حتى عيالها، عيال القنافذ ابنائها اللي بتبقى من جلدها ديت ما بتقدرش ان هي تقرب منها. فلما بيجي على الحيوانات ديت فصل الشتاء، طبعا فصل الشتاء معروف بقى بيبقى فيه برودة وقاسية جدا، ويعني وفي بقى رياح متواصلة خالص. فالقنافذ بتضطر في الجو دوت اللي هو بيبقى زي بتاع الشتاء دوت القاسي، ان هي تقرب من بعض وتلتصق وتبقى ملتصقه ببعض خالص كده علشان تتدفى. يعني بتتدفى كده هي مع بعض كده بتتدفى. بتتحمل القنافذ بتتحمل الألم الأشواك وحدتها ديت والوغزات اللي بتبقى فيها ديت علشان تتدفى بس. فلو حست بالدفء ان هي اتدفت خلاص بيبعدوا عن بعض، ولو حسوا ان هم بردانين بيقربوا من بعض تاني، ويفضلوا هكذا بيقضوا ليلتهم كده ان هم يفضلوا يقربوا من بعض عشان يتدفوا ويبعدوا من بعض عشان هم خلاص اتدفوا، يبردوا يقوموا مقربين من بعض، يفضلوا مقضينها كده. فهم عشان لو قربوا من بعض دايما اقترابهم الدائم هيكلفها كتير جدا من الجروح، هتتجرح، هيبقى جسمها مش هتجرح في قلبها، لا هي تتجرح الحيوانات ديت. اما لو ابتعدت دايما فبعدها عن بعضها دوت هيكلفها حياتها، يعني ان هي هتموت. الحكمة بقى كده، يعني احنا حياتنا وعلاقتنا مع الناس، علاقتنا البشرية احنا كده دي حياتنا مع الناس. مفيش حد فينا مفيهوش اشواك بتحيط بيه او اشواك بتحيط بغيره. الناس كلها في اشواك بتحيط بيها او اشواك بتحيط بغيرها، تمام. ولكن محدش بيحصل او بيملك او بينول الدفء دوت غير اللي اتحمل حدة الاشواك والألم، هو اللي في الاخر نال اللي هو عايزه والحاجة اللي مش هتخليه يموت. فلو انت عايز صديق ليك مفهوش اي عيب خالص، صديق بقى ولا بيخون ولا بيغدر ولا اي حاجة، انت هتعيش وحيد خلاص، الموضوع انتهى. ولو عايز زوجة ليك او لو عايزة زوج مفهوش اي نقص خالص، يعني مفيش اي نقص مفيش اي ولا غلطة، هتعيش اعزب او عزبة يعني. ولو عاوز اخ مفيهوش يعني من غير اي مشاكل، يبقى اخ كده مفيش اي مشاكل بينكم ولا اي مخالفات، هتعيش منبوذا.
ولو برضو عايز حد كده قريب ليك بقى، قرايبك بقى، خالتك، ابن خالتك، عمتك، القرايب دي كده، يبقى كامل، هتعيش قاطع لرحمك. يعني مش هيبقى خلاص في صلة رحم، ودي حاجة مخالفة خالص للدين، ولا هتزورهم وهتقطع صلة الرحم دي تماما. وطبعا دي حاجة ممنوعة خالص في الدين، ودي حاجة معروفة. فاحنا لازم نتحمل اي صدمات بالاخرين، واي اشواك بتاعه الاخرين، يعني اي اشواك كده جايه من ناس تانية لازم نتحملها. ولازم عشان كمان هنعيد التوازن لحياتنا، هنلاقي الحياه غريبه خالص حلوه يعني. ولو عايز تعيش سعيد بقى، النقطه دي مهمه جدا، ما تفسرش كل حاجه، وما تدققش برضو في كل حاجه، وما تحللش كل شيء. يعني مش لازم، يعني انت عايز تعيش مبسوط كده ومفيش اي حاجة وحشة كده، ما تدققش ولا تفسر اي وجهة نظر تانية، ولا اي افعال ولا تعبيرات ولا بنظرات لاي حد. مش عايزين تفسير لاي حاجة، ولا نحلل ولا ندقق، علشان هم لما دي بقى حكمة يعني لما حللوا الالماس الواو، الناس لما في ناس لو نادت حد بكلمة الالماس ديت، يعني حاجة برضو واو، وجدوا ان الالماس دوت بعد ما تحلل ودققوا فيه وجدوه فحم. يعني لقوا ان الالماس فحم، حاجه غريبه خالص، يعني من الماس وحاجه فخمه لفحم يترمى اصلا الناس، يعني حاجه مش هتفيدنا. تمام. فاحنا مش عايزين، احنا عايزين دايما نبقى حريصين كده، مش عايزين نكونوا حريصين ان احنا نكتشف الناس اللي حوالينا اكتر من اللازم. فمش لازم تبقى المعرفة عميقة، خلي المعرفة سطحية. مش عايزين ندخل في علاقات كتير، احنا عايزين المعرفة تكون سطحية، ويعني مش سطحية بقى حاجة وحشة، لا، مش عايزين نكتشف الناس اكتر من لازم يعني. والافضل ان احنا نكتفي بالخير اللي هم بيظهروه في وشنا دايما. يعني مش لازم خالص تسمع كلمة وحشة، حد قال عليك كلمة وحشة فخلاص هتقلب عليه او كده، لا. شوف هو البني ادم او الشخص اللي بتتعامل معاه دوت بيعاملك ازاي، وعامله زي ما بيعاملك. طول ما هما بيظهر معاك الخير وكل حاجة، فهو اشتغل معاه وتعامل معاه ان هو تمام. بس مفيش مانع ان انت تحرص، لا، لازم نكتفي بالخير اللي هو مبينه لنا بس، وخلي الخفايا اللي جواه لربنا. يعني احنا مش لازم بقى احنا اللي نعاقب البني ادم، ربنا هو اللي هيعاقبه. فاحنا مش عايزين ان احنا نبقى مخلي بالنا من اللي جواه، او اقول ده من ناحيتي ومش عارفه ايه بقى الكلام اللي بيبوظ اصلا العلاقات بتاعت الناس ديت. ليه بقى؟ عشان لو كل انسان، لو الناس كلها عرفت اللي في قلوب بعض، لو كل واحد عرف التاني ناحيته ايه، يعني شايل ايه من ناحيته، وعرفنا ايه احنا قلوبنا ايه من بعض، عارفين هنسلم بعض ايه، هنسلم لبعض كده بالسيوف، هنسلم على بعض بالسيوف. يعني الموضوع كبير، مش سهل اصلا. وهي دي بقى الحكمة من كل الموضوع. يعني الموضوع اصلا كله حكم بجد، وحاجات بتفيد جدا. مش عايزاكم تقولوا مثلا ان انا صغيرة مثلا ما يتاخدش حكمة مني او حاجة زي كده، لا، بل بالعكس. يعني انا لو صغيرة، او كل الطلبة اللي في اولى ثانوي معايا دول صغيرين، ما كانش زمانهم جابولي حاجة زي كده ان انا ادرسها اصلا. اصل دي حاجة انا بجد قريتها، وكمان يعني مش اي كلام، يعني قريتها واتشرحت وحبيتها جدا. فانا بصراحة اثرت فيا جامد، اثرت فيا جدا جدا جدا، وحبيت ان انا اشاركها معاكم، لان بتمنى، وكمان بتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده كتير جدا، عشان ممكن بجد تفيد ناس كتير جدا. ولو حد زعلان من حد ممكن يغير فكرته عنه. ما هو ممكن حد يسمع ان حد قال عليه كلمة وحشة، سمع بس فتخاصم مع التاني، فممكن يرجع يكلمه تاني لان التاني كان بيعامله بطريقة كويسة. فممكن يغير حياة ناس كتير، لان في ناس كتير بتبقى نفسيتها متدمرة، وفي تشاؤم وزعلانين جدا من بعض، ودوت بسبب بس كلام سمعوه عن بعض. ومش لازم نعرف الناس اللي قدامنا شايلة ايه جواها مننا، يعني ايه ناحيتها
ايه يعني ايه اللي في قلبها ناحيتنا. مش لازم نعرف كل الكلام دوت، مش لازم ندقق قوي في التفاصيل بتاعه الناس، مش لازم نعرفها قوي ومعرفة عميقة. خلينا ناس كده ايه سطحية. وبتمنى يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا كلكم استفدتوا منه. ما تنسوش بقى بجد بقى تعملوا لايك كبير للفيديو لو عجبكم بجد. وانا يعني ولو عجبتكم فكرة الفيديو ديت ان انا ابقى اعملها بعد كده، يعني ابقى اجيب مواقف كده وفقرات تبع الحكم، قولولي انا ممكن اعملها. وايه تاني واشتركوا في القناة يا جماعة لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. وبرضو زي ما قلت لكم اعملوا شير للفيديو دوت، لان هو بجد ممكن هيفيد ناس كتير جدا. بحبكم كتير جدا. باي.